الكيلو ب200 جنيه، وعلى ايه؟ ما احنا من شوية سكر ونص كيلو حمص هنعمل تقريبا كيلو من الحمصية القمر اللي احنا شايفينها قدامنا دي. يلا اعمليها وفرحي بيها بيتك وفرحي بيها ولادك، وفرقي منها على حبايبك وعلى جيرانك. شايفين الحمصية بتتكلم عن نفسها قمر وجميلة وهشة جدا وطعمها جميل، يعني حاجة فاخر من الآخر. هنعمل الحمصية النهاردة بطريقة بسيطة وطريقة سهلة ومكونات بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أول مرة تشوفيني وبتشوفيني من على الفيس، تنسيش تعملي لي متابعة للصفحة ولايك وشير للفيديو. ولو بتشوفيني من على اليوتيوب ما تنسيش تعملي لي اشتراك للقناة ولايك للفيديو. وتعالوا بقى ندخل على الحمصية القمر اللي احنا عاملينها النهاردة. وعملت قبل كده معاكم الملبن السادة، وعملت معاكم الملبن الأحمر، وكمان عملت معاكم السمسمية، وعملت معاكم الفولية. والنهاردة زي ما انتوا شايفين هنعمل مع بعض برضو الحمصية بنفس الطريقة ونفس النتيجة التحفة الجميلة اللي احنا متعودين عليها. اول حاجة بنعملها بنجيب الصاج اللي هنشتغل فيه، وهنبدأ ان احنا نبطنه اما بكيس حراري او ممكن بورق زبدة او ممكن بكيس تلاجة عادي جدا. وبنبدأ ان احنا ندهن الكيس بتاعنا كده بنقطتين من الزيت علشان يسهل علينا فرد الخليط، وفي نفس الوقت لما نيجي نطلع الحمصية او السمسمية او ايا كان اللي احنا عاملينه تخرج معانا بسهولة وما تلزقش في الصاج. بعد كده بنروح على البوتاجاز، وعندي طاستين، عندي نص كيلو من الحمص. الحمص يا جماعة لازم تشتريه نوعية نظيفة، لازم تهويه كويس جدا من القشور الموجودة فيه، ولازم تنقيه كويس جدا من اي احيانا بيبقى في واحدة ناشفة كده فبنتخلص منها. بنحط الطاسة كده على النار وبننزل في عليها بالنص كيلو حمص، وفي الطاسة التانية هننزل بكوباية الا ربع من السكر بما يعادل 125 جرام، وكمان كوباية الا ربع من المية برضو بما يعادل 125 جرام من المية. هبدأ اسيب الخليط لحد ما يبدأ في الغليان، وفي الوقت دوت طبعا لازم تبقى ايدك في الحمص، ولازم تبقى النار تحت الحمص هادية جدا. انا مش عايزة الحمص يتحمص لان هو اوريدي محمص طبيعي، انا بس عايزاه يبقى معايا سخن. بدأ خليط السكر في الغليان، نزلت كده بنص كوباية من عسل الجلوكوز برضو بما يعادل 125 جرام من عسل الجلوكوز. بدوب الخليط، بقلب الخليط كويس كده لحد ما يبدأ العسل يدوب، وهسيبه الخليط لحد ما يغلي. اول ما بيبدأ يغلي تقريبا بعد مرور 5 دقايق او 6 دقايق بتبدأ تظهر الرغاوي اللي احنا شايفينها على الوش. طبعا الوقت ده لسه مش هعمل اختبار فيه ولا اي حاجة، كل ما بيزيد وقت الغليان كل الرغاوي اللي على الوش دي ما بتبدأ ان هي تزيد، والقوام بتاع الخليط لما بتيجي ترفعيه بالمعلقة بتحس ان هو بيتقل. دلوقتي بعد مرور 8 دقايق هعمل اول اختبار للعسل بتاعي في ميه، بوله فيها ميه بتلج، وباخد نقطه كده من العسل وابدا ان انا انزلها. هلاقي ان هي اتكونت معايا كرة زي ما احنا شايفين، بس الكرة لسه طريه ولينه، مش هي المرحله اللي انا عايزاها. هستنى كمان دقيقتين، وفي الوقت ده يفضل ان انت تهدي الحراره، لان في الوقت ده العسل بيتنقل من مرحله للتانية بسهوله وبسرعه جدا جدا. بستنى تقريبا دقيقتين كده، وبعدين هرجع ان انا اعمل الاختبار مرة تانية. طبعا في الوقت ده لازم تبقى مهدية النار، لان العسل بسهولة بيستوي بسرعة وبيتغير من مرحلة لمرحلة، فعلشان ما يتحرقش منك. هنا برضو كنت بعمل الاختبار مرة تانية. شايفين الكرة هي بدأت تتكون معايا، وهعمل لها نفس الاختبار. هبدأ ان انا ابططها واحاول ان انا اكسرها، هلاقي ان هي لسه لينة، فهستنى كمان دقيقة ما بتسويش عليها، ما بتسيبهاش فترة أطول، وهترجعي تعملي برضو نفس الاختبار. لو عندك ترمومتر بتوصلي درجة الحرارة ل150 أو 153 لحد ما بنوصل للكرة الصلبة. شايفين هنا قوام، وده كان هيبقى معايا آخر اختبار. بنزل كده بنقطتين في البولة اللي فيها مية وتلج، وابدأ ان انا الم الخليط بتاعي وابدأ اشكل كرة. هلاقي ان هي اتكسرت معايا وبدأت تتقطم معايا بالشكل ده كده. خلاص العسل عندي استوى. في الوقت دوت هبدأ ان انا انزل عليه بكمية الحمص اللي عندي، وطبعا انا لسه مشغلة النار بس مهدية النار خالص، مخليها بالظبط زي الشمع. بقلب المكونات كويس مع بعض لحد ما احس ان السكر والحمص كده اختلطوا تماما مع بعض، والحمص اتغلف كويس جدا بالعسل اللي عندي. كل حبيبات الحمص اتغلفت بالعسل اللي انا عاملاه. في الوقت دوت هاخد الخليط بتاعي وهروح بسرعه كده على الصاج اللي انا دهناه ومحضراه من قبل ما اشتغل، وهبدا ان انا انزل بخليط الحمص والعسل بالشكل اللي احنا شايفينه كده في الصاج بتاعنا.
وبعد كده هو طبعا هنبدأ ان احنا نساوي الخليط بتاعنا، واهم حاجة ان انت تشتغلي والخليط بتاعك يبقى سخن، ما تسيبهوش يبرد لانه هيقفش معاكي بسرعة. وهتبدأي تساوي كده وش الخليط ده. انا هنا بستخدم كوباية دهنها بالزيت، ممكن تستخدمي ظهر معلقة، ممكن تستخدمي نشابة، اي حاجة موجودة عندك افردي بيها. اهم حاجة تبقي انت دهناها بزيت علشان ما تلزقش معاكي وتديكي النتيجة بالشكل اللي احنا شايفينه. فكرة الكوباية بتبقى جميلة جدا، بتديني النتيجة هايلة متساوية كلها في حجم واحد بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا. بعد ما بنخلص فرد كل الكمية اللي عندنا، هنبدأ ان احنا نقطع الحمصية اللي عندنا. هقطعها الاول بالطول، وطبعا السكينة برضو دهناها بالزيت. بعد كده هرجع ان انا اقطعها بالعرض. التقطيع طبعا ده بيرجع لك على حسب ما انت حابة، على حسب ذوقك تقطعيها كبير او صغير، مربعات، مثلثات. احنا بنقطعها هنا بالشكل التقليدي، يعني علشان ايه؟ نقرب لولادنا الشكل اللي احنا بنشتريه من بره. وده طبعا برضو في الاول وفي الاخر بيرجع لك. بعد ما بنخلص تقطيع كل كمية الحمصية اللي عندنا بالشكل ده، هنسيبها لحد ما تبرد تماما. وبعد كده هنبدأ ان احنا نخرجها من الصاج. طبعا بتخرج معانا بكل سهولة، ما فيهاش اي مشكلة. شايفين قمر وجميلة وتحفة، شايفين مقرمشة وبتقطم معاكي بسهولة، ما هياش معضمة. بجد الحمصية تحفة، وكل الحلويات اللي احنا عملناها مع بعض بجد جميلة. اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو جربتوها وعملتوها يا ريت تبعتوا لي رأيكم في الوصفة، وتبعتوا لي التطبيقات بتاعتكم. الوصفة بجد معتمدة، يعني مش اول مرة تتعمل، مقادير مظبوطة جدا. ده كان الشكل النهائي للحمصية بتاعتنا، ودي كانت وصفتنا النهاردة. اتمنى الفيديو بتاعي ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب والمتابعة للصفحة. وإلى اللقاء في فيديوهات تانية إن شاء الله. شايفين قمر قمر قمر.